استغفر الله. إذن أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أزف الله وخواتي، مرحبا بكم في انتظار أنه يطلع معنا اللايف تاع اليوتيوب. نبداو اللايف على بركة الله. عمر شوية ما باسكو أنا عطشان. كي نهضر في اللايف كيف نعطش. واحد ديريكت من دبي قال لك تفو على حالتك وعلى ملتك وعلى راسها تاعك يا ولد الحرام. ذهبية ديريكت أول. ايوه اول واحد يكومونتيلي في اليوتيوب قال لك يسموه ما نقولوش اسمه، هو قال لك تفو على حالتك وعلى ملتك. المهم خوتي، اسعد الله اوقاتكم. مقاس عام امازيغي جديد لكل خوتنا القبائل في الجزائر وفي شمال افريقيا، ولكل الجزائريين وكل سكان المغرب العربي الامازيغ في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي المغرب وفي ديار الغربه. كما قال لك العرب والقبائل خاوة ما بينتهم عداوة. سنة أمازيغية مربوحة إن شاء الله 2976 عقوبة إلى السنة المقبلة يناير مربوح إن شاء الله. يلا لا عسلامة يناير تبردوا من دوج الكاس يفرح ولاده وأساس. هذه كلمات باللغة الأمازيغية. راني حاولت أنني نعيد على خواتنا القبائل اللي يتابعونا وإلى كل الشعب الجزائري. كاين رسالة مهمة حابة نوضحها، أنه منطقة شمال إفريقيا متمثلة كاش مصالحة. دوك نحكيو على موضوع مصالحة وموضوع سيدي أحمد سقلاب. موضوع بالنسبة لشمال إفريقيا الجزائريين، سواء الجزائر، المغرب، تونس وجزء كبير من ليبيا، هم أمازيغ وعربنا الإسلام. فالسكان الأصليين للجزائر هم دي بربر، هم أمازيغ يعني. وكان لما كانت الفتوحات الإسلامية وعلى الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه عقبة بن نافع، وجاءوا أيضا من الجزيرة العربية ومن اليمن وقاموا بالفتوحات الإسلامية، وأصبحت يعني الجزائريين في شمال إفريقيا يتحدثون اللغة العربية. لكن قبل ذلك كانت اللغة التي يتحدثون بها السكان الأصليين هي اللغة الحالية اللي يتحدث بها خوتنا الريافة في المغرب وخوتنا القبائل في تيزي وزو وفي بجاية وفي بعض المناطق من البرج وسطيف والبويرة وأيضا بومرداس وأيضا جزء من الجزائر العاصمة. فأسقاس مقاس إن شاء الله يناير مربوح يفرح ولاد أساس. أسقاس مقاس إن شاء الله إلى السنة المقبلة، وإن شاء الله يعني ربي إن شاء الله يكملكم مراكم متمنينه. نعلق على خونا اللي قال لك حكينا على كاش مصالحه ولا والو. يعني لست متاكده من هذا الخبر حتى باش من بعدها ما تقولوش باللي سيد احمد راح عطانا معلومات. جيجل ايسر ايضا جيجل جزء من المنطقه جيجل، تحياتنا سكان جيجل فيهم بزاف لي كابيل. القبائل متواجدين بارتو. انا الحاجه اللي تعجبني في القبائل انهم متضامنين في بعضهم، يسون سوليدار اونتر او، خصوصا القبائل اللي هو في فرنسا ولا في الخارج في اوروبا سي دي بوسور. انا نادرا ما نشوف واحد قبائلي فوايو ولا ندير لكم ولا يروح يجريسي. كاينين، ما نقولكش ما كاينينش، باسكو يا الموفي يا لو بيان بارتو، يا با موفيز غاس. لا، كاين في كل، كاين في الفرنسيين ملاح وماشي ملاح، كاين في الامريكيين ملاح وماشي ملاح، في المصريين، في كل الجنسيات كاين مليح وكاين الدوني. لكن انا جامي ان بروبليم افيك ان كابيل ولا قبايلي، خصوصا هنا في فرنسا. يعني هناك الناس اللي يخدموا معايا قبائل يعني ما شاء الله عليهم، عندي ما نقول فيهم وتحياتنا لهم. بالنسبه للمصالحه الوطنيه والقانون اللي داره صدق عليه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون، وما يسمونه بعمي تبون. انا حاب نوجه رساله خوتنا راهم يتبعوا فينا بعدها، خصوصا في اليوتيوب كاين مشاهدات عاليه، اللايف راه يوصل
الى 70K بعد ما نختم. يعني كاين لايف اللي وصل تقريبا 97,000 في. نحييكم على الثقه تاعكم. في تيك توك ما يحبوش بزاف البوليتيك. دوكا نقلبها نهضر على شارلمانتي وخيره ودليله ونقول كلام شي مليح. اللايف يطلع في اليوتيوب في تيك توك يطلع شحال من كا، بصح ما سي با سا مون بوت. لازم نحكيو الامور اللي فيها فايده، ما نقعدوش نكعبلوا نهضروا على قشبخته في نجي مريم. في قادم الايام ممكن ندير لكم لايف سبيسيال غير فقط في الفيسبوك، نهضر لكم على الفنانين وعلى فضائح الراي وعلى الملاهي الليليه في ولايه وهران. فبالنسبه للقانون اللي داره الرئيس عبد المجيد تبون فيما يخص المصالحه الوطنيه، انا شخصيا نتحدث على نفسي. انا لما خرجت من السجن في يوم 18 أوت 2021 لم يكن في بالي ابدا انني ساغادر الجزائر، حتى لما درت انني يوما من الايام سنتغرب ولا نروح نهجر ولا نخلي الجزائر. جامي دلافي. انا الحلم كنت نحلم نكون بروكيرور، نكون صحفي في الاذاعه الجزائريه ولا في الوكالات الانباء الجزائريه. جامي بونسي انني نغادر الجزائر، وخصوصا الحرقه. انا بروحي يعني مخلوع في روحي كيفاش حركت من تيبازا الى اوروبا وقعدت 28 ساعه مش عارف هذاك الكره مش كوراج والغضب. كنت في لما حركت من الجزائر الى اوروبا كانت عندي موجه، كانت عندي غضب شديد وكان عندي حقد شديد وكنت زعفان وكنت قلت صاي ما واحد جاري حرق معايا قال لي سيد احمد من تيبازا عندنا 80% نموتوا و20% نوصلوا. قلت له جو مغفور. وصدقوني بالله اقسم لكم بالله خوتي اللي حرقوا معايا كاينين بعضهم كانوا في عقلهم وكاينين كانوا مسورخين كانوا مقفلين. واحد عرض عليا وقلت له لا. انا في بالك كنت انا ومن واحد ولا زوج اللي كنا احنا ما كناش شاربين والو والحمد لله. فمانيش عارف انا في 2018 لما كنت نخدم صحفي ويجوني البيركي تاع الحراقه يسيبوهم اللي ماتوا ولا العائلات الساكن هذوك تاع الحراقه اللي كانوا ولادهم يديسباري ويجوا يبلعوا البورت تاع وهران يحتجوا يطالبوا لا ماري باش تدخل. انا كنت نروح نغطي، كنت صحفي في قناه الحياه، كنت في نخدم في شحال من جريده كمراسل. كنت نقول هادو مساكين الحراقه هادو مالهم، هادو هبلوا، هادو تيقولوا من رسالهم يروحوا يقتلوا في رواحهم. تاع ربي قال لي الله سبحانه وتعالى على به خوتي نعطيكم نصيحه اللي كرعي في الماء ماشي كما كرعي في النار. فعمركم ما تقولوا هذه الحاجه ما نديروهاش في دنيتنا ولا تزعقوا على الناس ولا والو. بس الدنيا هذه بتكل قادر حاجه ما تقولش توقعها في حياتك وتفوت عليك وتديرها. ف 2018 كنت نقول كان الحرق. انا كاين واحد مولا سيبار في بطيوه ما نقولش اسمه خاطر كنت ندير لي فوتوكوبي عنده وشاف المتابعات القضائيه لي جوجمون اللي عندي كانوا من 2012 بداو يديرونجيوني العصابه في وهران. كان لي سيدي احمد انت راك مقعد، قال لي لا ما تروحش لاوروبا وتطلب اللجوء السياسي لي جوجمون بالدوسي اللي راه عندك يعطيوك اللجوء. قلت له انت راك مهبول، ما نخليش انا بلادي ونخلي ما ونخلي خواتاتي ونروح بلاد الناس ونتغرب. قلت له جامي د لافي. قلت له هذه هضره ما تقولهاش. قلت له انا غير هنا وني قريت وندير مستقبل وندير ما لا غالب دي فوا ظروف تغلب عليك. فلما خرجت من السجن في 18 اوت 2021 حاولت انني نطرق كل الابواب. رجعت الى سوق الكرمه اللي كنت خدام فيه، حاولت انني نرجع ما حبوش يرجعوني. رحت عند وسيط الجمهوريه في ولايه وهران باغي شعيب، ما نقول لكمش ما استقبلنيش باش ما نكونش انقرا ولا نكون كذاب، استقبلني وحاول انه يساعدوني ودار عيط للامين العام تاع ولايه وهران انا ذاك ابو بكر الشايب وقال له شرح له سيتياسيون. قالوا براطيه وراه مريض ويلا بيردي سا مير ويلا بيردي سون بير ونعاونوه. وهذا كيخدم معنا الحمله تاع الرئيس تبون وطراره وبراره ومنا، لكن مع خروطه في البروطه مسكين ما عندوش وسيط الجمهوريه، ما عنده حتى ماشي قيمه، ما عندوش سلطه. وهدرت اسيت مع وزير الداخليه الحالي سعيد سعيود، اسيت مع الناس اللي كنت نعرفهم يخدموا في الضباط في المخابرات. وبعدها جاتني تهديدات بالقتل، جاتني حياتي كانت في الدونجي، خصوصا في قضيه لو كان ما هربتش
وهربت من الجزائر لانه كاين ناس بزاف انا كبار في وهران توشيتهم في وقت الحراك، كنت نكب عليهم نهاجمهم، فضحتهم. من بينهم عندي قضيه مع السيناتور محمد بوبكر، مع البرلماني بارون المخدرات والزطله هو شريك الهامل وزعلان اللي هو صالح قدادره، مع ناس كبار. زيد خربت في مول الشمه سيف الدين كاهيا الصلايفي، مافيا كبيره. ف لفقوا لي حلب زواوي عبد القادر انني كنت نرسل معلومات الى امير بوخرس امير ديزاد. انا عمري ما رسلت امير بوخرس باش نصارحكم. كي كنت في وهران رسلت مره الى محمد عبد الله، مره او مرتين. بن حليمه رسلت له مره على ما اظن، لكن بن حليمه ربي يطلق سراحه كان شاف روحه شويه نشهر، وشاف روحه انه كيما دروك انا معروف الناس يعرفوني. قبيله كنت نسوق في السياره كيحبس في الفروش نسمع بروطيو سيدي احمد جو مزيده ما عايرونيش، مزيده قالوا لي نبغوك. كاين الناس اللي يخدموا معايا فاني يبغوني، كاين ناس يبغوني وكاين الناس ما يبغونيش، وانا اللي يبغوني نبغيهم واللي ما يبغونيش الله ينعي والديهم. فوز اون ديريكت لايف في اليوتيوب راه يكسبوا. ف الله غالب. فاستدعاني قاضي التحقيق في محكمه السينيا، وكي كنت في الحبس كان بيدير لي ايداع على ايداع. ما نكذبش عليكم خاوتي، طحت له اجونو قلت له راني مريض، وبصح كنت مريض، كنت في حاله. لافوكا تاعي هضرت معاه قلت له باللي راه ديجا يفوت في قضيات اخرى، وزيد له ايداع على ايداع وراه قريب يكمل يخرج من الحبس. فقال لي تحقيق تاع السينيا الحق باش ما نكذبش نسيت اسمه شفيته تيختو كي قلت له راني مريض بالمرض اللي راه عندي، وقلت له امي ماتت وفي ديك المينوتي وحالتي حاله. ولا لا يشوفكم اخاوتي هذيك السيرونه تاع المحكمه تاع السينيا القديمه اسوء مكان دخلت له في حياتي. واحد الريحه، شوف قاعد نقول لهم ادوني غير قصبه تاع دجاج ما تدخلونيش هنا. من 8 تاع الصباح وانا تما ومكافه مظلمه فيها ريحه البول حاشاكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايام السوداء الله لا يعيدها. على بها ربي عطاني راه عوض لي مهدي في 3 سنين الحمد لله راني لاباس. بصح في ذاك المومون واحد اخر فات عليه هذاك الامور لا بريسيون اللي فاتت عليا يطقطق من راسه. اسي محمد ملي كنت في الحبس وهران كل يوم يجيبوا لي قضيه، مره شكا بك ديبيتي، مره المير، مره كاع كي شافوني طحت في خط الحبس كاع شكاو بيا. كل يوم بالعطيه الي 4 تاع الصباح هيا نخرج مسيلونا يدوني واحد السيلونا في القصبه تاع جديده اسمها البواله، نقعدوا واقفين من 5 تاع الصباح 8 تاع الصباح. بعدها يدونا مينوتين، يدونا في الايفيكو، يدونا خطره داوني كاع المحاكم تاع وهران. وكنت نضحك ونلعب. خاطر ديجا قاضي واحد ماشي قاضي، واحد الاوفيسي قال لي يا ولد عمي انت هذه القوه من جبتها بنعطيه؟ قال لي راك اللي فيك يكفيك. قلت له شايف فيا يكفيني؟ قلت له ما ماتت الله يرحمها وراني مريض الحمد لله، راني نشرب دوايه والحبس منها ماشي دوام، وهذه الدنيا لازم تكون ايجابي. وانا الحمد لله دائما ايجابي متفائل في اسوء الحالات. بصح جامي ايماجيني باش نحرق. هذه نوجه رساله هذه من الحكومه الجزائريه. انتم راكم تدمروا في، انتم دمرتونا باش نولوا عديانكم، باش نبردوكم ونفضحوكم. انا خرجت جي فرابي توت لي بورت بوندون 6 موا، وكاين واحد الاكزيكوتيف مسؤول مدير في ولايه وهران ما نذكرش شاهد على ما اقول، كاين واحد الصحافي شاهد على ما اقول. درت لي بوسي تاعي ما حبوش يعاونوني. فما نكذبش عليكم خاوتي، وليت نشوف الجزائر وليت نشوف فيها الظلمه. اقسم لكم بالله يا خاوتي والله يعطيني تعدس كما قال لك. شوف الشهر التالي قبل ما نحرق، خصكم بغيت نحرق من عيون الترك في مارس 2021 2022 وداو لي دراهمي وضربت النحب. خصكم ما قدرتش نروح نشكي بغيت نروح نشكي. وصلت للباب تاع السونطرا تاع بولونجي، كي جيت داخل جا عندي واحد البوليسي طيح لي قال لي راك تصور بوخوا، وانا ما كنت نصور لا والو، رفدت تليفوني كنت نهضر في التليفون كاع حسن يعني نصور بهدلني. شوف كي دار لي هذاك الجاست ما وليت لطريقي، قلت والله ما نشكي صاي 70 مليون داوها بحر على شدها الحلوف، وبقات لي غير الدراهم كاع اللي كانوا عندي كليتهم في الحبس، و70 مليون اللي كانت عندي كنت مخبيها اكوتي سرقوها لي جماعه تاع الحرقه داوها لي انا وجماعه الطائفيه. ما بقى لي والو بقات لي الدار تاع عمار الله يرحمها في بوروبول سكنه سوسيال. رحت بعتها تجيب 800 مليون 700 مليون بعتها بزوج سومه، بعتها ب 450 مليون ولا 80 مليون والله ماني حاسب. وحركت وليت نحوس. جا عندي واحد قال لي الحرقه في وهران راهي مزيره. قلت له مانيش قادر نجم نصبر اخواتي، اقسم لكم بالله لو شوفوا اقسم لكم بالله لا شهرين ما خرجت من الدار.
كنت نخرج نروح نشري باش ناكل ونعاود ندخل للدار ونفليكسي باش نشوف صاي كرهت الجزائر، كرهت باش نخرج ونشوف الارض تاع الجزائر، كرهت نتنفس الهواء تاع الجزائر. ماشي كرها في بلادي، اعوذ بالله، نبغي الجزائر جو سوي فيها الجزائر، بس الحقره والظلم والقهر ولا بريسيون والذل اللي ذلوني والحقره اللي حقروني صاي وليت نشوف فيهم ظلمه. وجوسكا ميتنو ونقولها لك يا تبون، ونقولها لك يا سعيود، راني في 3 سنين ونص ننبح كما نتوما قال لك تشراك الفم من بعيد، مازال قلبي ما بردش عليكم وما نسكتش وما تخوفونيش وما عندي ما نخسر. انا ديجا حياتي كما قال لك ما عندي لا اب لا ام، لا ما عندي ولاد، ما عندي حتى حاجه، راني عايش باسكو الدين في الدين تاعنا حرام ننتحروا. والحمد لله انا ما فكرش في هذا الامر حتى في احلك الظروف، في اسوأ الظروف، لما كنت فريمون مقهور ومظلوم وفاتوا عليا دي مومون تري ديفيسيل ومون باري ما ابوندوني وكنت واقف مع اختي فيها سرطان ومن بعدها ما مرضت لي بالزهايمر ومن بعدها انا اسبوع قدام ندخل الحبس اكتشفت انني مريض وبمرض خطير 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 جدا. ويعني وكنت في يعني لما دخلت للسجن تاع قديقل كنت نوزن 60 كيلوغرام، مش كما تشوفوني دروكم بن وبيض وبين عليا الخير والخمير. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. الله يا ربي قد ما نشكرك على النعمه اللي فيها ما نجازيكش، والله يدومها علينا النعمه في السراء وفي الضراء. فانا ما رانيش نشكر في ربي فقط في ما راني فيه لاباس عليا، حتى من يكون ربي اعطاني امتحانات وامور صعيبه بزاف شكرته وحمدته والحمد لله. فنقول لك يا سي تبون، يا رئيس الجمهوريه، يا مزور المراديه، يا قرقمال العسكر، يا دمنة الجنرالات، انا عرضك مرفوض. انا لن ادخل الجزائر، ولما قررت انني نبيع الدار تاع ما ونحرق ونخاطر بحياتي في البحر الابيض المتوسط ويومين وانا في البحر 28 ساعه لما وصلت للشاطئ كان معايا واحد حرق معايا ما نقدرش، راهو في اسبانيا، تحياتي ليه ونشكرك بزاف انت اللي دبرت لي حرقه من تيبازا، بارك الله فيك. ما نقدرش نذكر اسمه باش ما نديروش مشاكل لانه يروح ويجي البلاد. سجدت في الروشي، سجدت وبكيت، ولما غادرت والبابور 115 والبابور ركبت فيه وبدينا نخرج ونشوفوا الضوء التالي تاع الجزائر لاخر مره. هذاك ممكن هذيك اخر الضوء تاع الجزائر اللي نشوفها، لانني ما نرجعش. نقولها لك تبون ما نرجعش، عرضك مرفوض، ما كان لا لم الشمل لا لم الشمايت لا مصالحه وطنيه لا والو. دروك حنا لهذا انا الهدف تاعي نقولها لك ترحلوا. لما ممكن انني نفكر انني اعود يوما ما الى بلدي الجزائر، لانني انا جزائري يا سي تبون. وزير العدل ابويا جزائري وما جزائريه وما بزقتني في البلاطو وقريت في الجزائر وتعلمت من الجزائر، وتا واحد ما يمنعني من الجزائر. وجدي بوبويا ماشي حركي مجاهد، وجدي بوما النعيمي الله يرحمه وجداتي متما مجاهدين، وكل ولايه سعيده يشهدون على ذلك. ولا انت ولا وزير العدل تاعك الفاسد تستطيعون ان تجردونني من وطنيتي. انا جزائري ونبقى جزائري، والله يرحم الشهداء، وتحيا الجزائر وتحيا الشعب الجزائري. كونتر عليك وكونتر على الجميع. فنوجه نصيحه خاوتي للناس، كاين قريب 3000 واحد يتفرج فيا في اليوتيوب وتقريبا 800 واحد في التيك توك، ونقول لكم خاوتي مهما مرت بكم الظروف السوداء، مهما شدت عليكم الايام، اوياكم تقنطون من رحمه الله. ان بعد العسر يسرا، ونا با لو شوا، ما عندناش البديل. وراني نقول لكم في هذا الكلام وعيني راني كما قال لك راني باغي نبكي ليس حزنا ولكن لحمي راه مشوك. فنقول لكم خاوتي اوياكم وتفشلوا، قاوموا، انجحوا، واصلوا، اثبتوا لاعدائكم، اثبتوا للناس اللي ما تديروش فيكم ثقه انكم قادرون على انكم تنجحوا وتنجحون باذن الله. رساله خاوتنا الحراقه، على بالي بلي ماشي سهله، باسكو انا نعرف المعاناه تاعكم. انا حركت البحر، قطعت البحر وشفت الموت، وعيطنا لل 112 وركبت ولمست جيلي السوفتاج وعمرت البومبرو روج بالليسونس، وعلى بالي كاع المعاناه تاعكم. ورقدت في الشارع في باريس في حديقه كريكتاي في شهر جويلية 2022 واعلم المعاناه تاعكم. اوياكم تفشلوا، اوياكم ترجعوا للبلاد. انتم راكم على بالكم بلي تبون لما قال لكم ارجعوا ونسمح لكم في القضايا الخفيفه، هو ليس حبا فيكم وليس محبه فيكم. تبون يكره الشعب الجزائري، تبون خرج ولده خالد تبون من السجن لكن سجن ابناء الشعب الجزائري لاتفه الاسباب. تبون انقذ نفسه وانقذ ابنائه لكن دمر وحطم الشعب الجزائري. تبون ساهم في اقناط الشعب الجزائري، في افقاد الامل. الشعب الجزائري ما عادش عنده امل في الجزائر للاسف الشديد.
فنقول لك يا سي تبون، يا فخامه الرئيس، طلبك مرفوض، لعبتك مفضوحه، شربتكم حامضه، ما تبدلوناش الغارف. انت درت هذا القرار ليس حبا في محفر الحراقه مساكين. تحياتنا خاوتنا الحراقه في مارسيليا وفي ليون وفي باريس وفي بوردو في اسبانيا وفي بلجيكا وفي كل اصقاع العالم. اللي راكم متمردين، راكم كاين ناس خاوتي حراقه مساكين يركبوا في الليبيس باش ما ينزلوش باسكو يدفاو بالحمام، ما عندهمش. كاين حراقه راهم يباتوا في لي طونت، كاين حراقه راهم طايشين مع مهابي في 115، كاين وكاين حراقه مساكين راهم يخدموا، ربي يدومها عليهم نعمه ويحفظها من الزوال. فنقول لك يا تبون، لقد قمت باصدار هذا القرار ليس حبا في الحراقه، وليس لأنك تحب الحراقة. أنت وأمثالك والجنرالات والحكومة الجزائرية الفاشلة، الحكومة الجزائرية الفاسدة. أنتم تكرهون الشعب الجزائري، أنتم من أعداء الشعب الجزائري، أنتم من أعداء الشعب الجزائري. لازم تروحوا يونامار منكم، ما كاش مطلب وقت آخر، روحوا تروحوا يونامار منكم. ونوجه للناس اللي يتبعوا فيا، كاين تقريبا 3000 واحد يتبع فيا في اليوتيوب و800 واحد ايضا في التيك توك. روحوا ديروا هاشتاج، ما سموش عمي تبون، سموه همي تبون. ملي جيت في رئاسه الجمهوريه، جبت معاك الهم، جبت معاك الغم، الشبيبه تموت في الحرقه، البحر ابيض المتوسط اصبح مقبره يا تبون. فرفض طلبك مرفوض. وانا كسيد احمد بن عطيه صحافي زوالي الشعب الجزائري، انا ارفض ولا اعود ولن استفيد لا من مبادره لم الشمل ولا من مبادره لم الشمايل ولا من مصالحه وطنيه. لما ممكن ان نعود الى بلادنا عندما تسقط عصابه تبون وتسقط هذه المافيا التي تسير الجزائر، عندما تكون عداله مستقله، عندما تكون يعني اراده سياسيه حقيقيه للتغيير. ما عدا ذلك فسنبقى في بلاد المهجر، وارض الله واسعه. الله سبحانه وتعالى خلق الجزائر وخلق فرنسا، واينما تولون فتم وجه الله. انا نروح كندا ولا اسبانيا ولا فرنسا ولا استراليا ولا الجزائر ولا موزمبيق، كلها من خلق الله، كلها الكره الارضيه من خلق الله، كلها تسير برحمه الله، كلها في ذمه الله. هذه هي. اما كاين خبر لست متاكدا منه عن عوده خونا سيد احمد صقلاب، اللي هو من بني مزار من منطقه غردايه، اللي كان طلب اللجوء السياسي في بريطانيا. لست ادري هل تحصل عليه. هو عنده 10 سنوات من ان غادر الجزائر في اتجاه بريطانيا. كان حكى خونا سيد احمد صقلاب المعاناه تاعو وكيف حرق الى تركيا ودخل الى البلقان على ذمته. لست متاكدا، كل واحد يتحمل مسؤوليته. فهو يريد، لست ادري، في بعض المصادر غير مؤكده انه سيد احمد صقلاب فعلا دخل الى الجزائر واستفاد من مبادره لم الشمل. فانا نقولها لكم خاوتي، انا لا اثق لا في تبون ولا في الحكومه الجزائريه ولا في المخابرات الجزائريه الداخليه ولا الخارجيه. ما نثق حتى واحد، لانه ما كانش واحد يحكم في الجزائر. كاين اجنحه، كاين لي كلون. دروك انا يجي تبون يقول لي اني عفيت عليك بن عطيه، يا بن عطيه ولد السعيديه راني عفيت عليك وتقدر تدخل لبلادك. انا يروح نسني معاهم، بعد يروح يجيني انا الكلون تاع دياراس يدمرني الحبس، يدمرني 15 عام حبس، مانيش بصحتي باش نواطي. لا. فالناس اللي كانوا سواديزون يعارضوا من امثال صوفيا بن لمان ومخروبه وراس الكابويه صخري والقائمه طويله، ودخلوا الى الجزائر واستفادوا من المشاوي. وخالتي عائشه، وكاين قائمه طويله بزاف، كاينين معروفين كاينين مش معروفين. فانا اشكك، وراح نقول لكم شهاده خلوها للتاريخ، اللي ما راهوش اجون دوبل ما يقدرش يدخل للجزائر. هذو الناس اللي دخلوا الجزائر واستفادوا من مبادره لم الشمل كانوا في الاصل مبعوثين في مهمه لاختراق الحراك واختراق الجاليه الجزائريه واختراق الاحرار الحقيقيين الذين يحبون ويدافعون عن الجزائر، وساهموا في الحراك، وبعضهم دمر الحراك الجاليه. فهؤلاء ما عنديش مشكله معاهم، الله يسهل، بغاو يدخلوا الجزائر هما حرين. كل واحد كما قال لك ينعس، كما قال خاوتنا المغاربه، ينعس على الجد اللي تريحوا. انا انا نهضر، انا يهمني نفسي، ما يهمني حتى واحد اخر. فهاد الناس اللي راهم اللي دخلوا استفادوا من مبادره لم الشمل، انا لا اثق في انهم استفادوا من مبادره الشمل. انا نقول لكم هادو كانوا مبعوثين، كانوا في مهمه، والمهمه تاعهم خلصت ورجعوا. فانا كسيد احمد بن عطيه ما بعثتنيش المخابرات الجزائريه. سيد احمد بن عطيه مانيش اجون دوبل، انا نعلهم كما كانوا. شنقريحه عدو جزائريين، الجنرالات اعداء جزائريين، جماعه تبون ينهبوا في الجزائر، الدوله العميقه حطمت الجزائر،
انا كاع كيما راهم ما نبغيكمش، كاع انا كره جدكم الحلوف الاوليغارشيين اصحاب الدراهم تاع الفساد، ما نبغيهمكمش. وما كاش اللي بعثني، والحمد لله الله يخلف على ربي، ولا سكنت تما اللي بعتها باش حركت بها وجيت بها اوروبا. فانا مستقل، دروك انا ماني تابع حتى لواحد. كيفاش بغيتوني دروك تقول لي كاش مصالحه وكاش ما يعني تدخل الجزائر ولا تدخل بخي، تدخل بغيت يديروني اسيدي كاع بغيت ندخل الجزائر. واسمح لي عمي مشي همي تبون، مشيت عمي. ايوا ما ندخلش خويا، ما ندخلش ديجا راني لاباس عليا خويا، راني لاباس، راني نداوي فامليه تجيني في داري، عندي خويا اكثر من تقريبا 2600 اورو شهريه تاعي، ناكل بيان، راني حر. ما انا ما كاش يجي عندي يقول لي بلع فمك ديال الله، ما غاديش تجي عندي الشرطه الفرنسيه ولا يجيني ماكرون ولا يجيني اي واحد نهضر ويقول لي بلع فمك. راني نحس بالحريه، جو في سو كو جو فو، مع لانه الحريه ماهيش كاين دي ليميت روج. هذه هي. انا سي احمد بن مانيش اجون دوبل، انا مانيش عبلاوي، مانيش نخدم عند اجنحه. انا نقول لكم روحوا تقويدوا كاع، روحوا بعيدونا كاع، روحوا وسعونا كاع، انتوما كاع ما تسواوش كاع، انتوما كاع اداء الشعب الجزائري كاع، روحوا نتليعوا، روحوا نتليفوا. خصو الشعب يبغوا هذه الكلمات شويه، باش انا نهضر لكمش باللغه العربيه الفصحى، باسكو جو كابابل ملي نهضر لكم باللغه اللي يفهمها اغلبيه الشعب الجزائري. يوما عندي روحوا قويدوا، يوما عندي روحوا نتليفوا، يا روحوا بعيدونا هبلتونا يا تبون يا سعيود. هذه هي. ف سقلاب الا حب يرجع الله يسهل عليه. انا نقول لك يا سقلاب، نعطيك نصيحه، انا لست ما نقدرش نجيك وما نهاجمكش، باسكو ما على باليش انت اجون دوب ولا كنت مبعوث ولا ماشي مبعوث، ما عنديش دليل، ما نقدرش نتهمك، نتهمك باطل. الحاجه اللي نقولها لك يا خويا العزيز، انه المخابرات الجزائريه والحكومه الجزائريه ما فيهمش لا يعطوك كلمه، ما كاش كلمه تاع رجاله وخرطي وديروا على هذيك جامعه. شفتوا جمال لاطوريفان، تحياتنا جمال بسجراري، محمد بسجراري شهير بجمال لاطوريفان، عطاء كان يشيت لهم وكان يضرب لهم الشيته ودخلوه الحبس هو الجزائر وكوانساوه واش كان به هو البوضيه ذمروه الحبس، باسكو هذا الناس ما عندهمش عزيز. تبون ما عندهاش عزيز، ما يسمع لا بيا لا بسقلاب لا امير لا ما يبغي حتى واحد، ما يسمع بالشعب الجزائري. تبون يحوس على ولده خالد ومحمد ومرته الزهره، تحياتنا لها خالتي الزهره، ولاد اخته وفاميلته وابن عمه وليكيب تاعه، ني موان ني بليس. هذه هي. نروحوا نواصلوا اللايف تاع اليوم، نشوفوا واحد الحبوبه الكحله اللي كانت وزيره البيئه وكانت صحفيه في التلفزيون الجزائري، وراهي حاكمه حزب تاع مارغول اللي هي فاطمه الزهراء زرواطي. هذه المتكبره، هذه المتأجرفه. وراه الفيديو تاعها اللي في هذا الفيديو كانت هي وزيره العلاقات مع البرلمان غانيه ايطاليا في عهد بوتفليقه، عيسى بوتفليقه، في حفل تكريم. شوفوا كيفاش اهانه، شوفوا كيفاش يهينيو الزوالي، ما يبغوش الزوالي. يحيي لك يا الزوالي، يحلي لك يا الجزائري يا الزوالي، ما يبغيك لا تبون والشعب فاني ما يحترمكش لانك زوالي. صح عندك رب العالمين سبحانه وتعالى، الزوالي هو حبيب ربي. فإذا ما بغاكش الحكومه حقرت الحكومه والشعب يحقرك في بيناتهم، كاين ربي سبحانه الا ما عطاكش حقك في الدنيا تديها في الاخره. تحياتي لكل الزواوله من عند واحد زوالي هو سيد احمد برطيه. شوف صحيح هي في الحقيقة لما شفتوها كيفاش تهين في المسكينه، تهين في حفل تكريم، دارت لها هكا ما خبزتش معاها، دارت لها هكا شغل بصباحها هكا، ومن بعدها دمرتها هكا بوساتها بيدها، شغل فيها الجرب. هذه بالك تسوى عند ربي سبحانه وتعالى. يا البحه يا قرزي تحسبي راكي تضربي الماربور وتضربي الويسكي، يا فاطمه الزهراء خرناطي ولا زرناطي ولا مع جدك الحلوه كي دايره، يا الفاسده يا اللي كنتي تاكلي مع عمار غول اليوم جايه. شوف اش تقول لنا هذا الحبوب الكحله، الله يعطيك التعدس. هي في الحقيقة لما نرى ما يحدث حولنا كل الدول المستهدفة، نرى أمامنا سيناريوهات
لم نراها حتى في أفلام الهوليوود. إذا لا قلنا لسنا مستهدفين اقتصاديا، مستهدفين اجتماعيا، حتى الفريق الوطني مستهدف. يعني أنت شايفة أنه حتى الأغنية التي بعد ما تأهلنا أغنية محبطة تقال إذا كل شيء موجود. كيف يفبركون الأكاذيب وكيف يدعمونها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال الشبكات الرهيبة، وإرهاب إعلامي ممنهج ومصوب نحو الجزائر. اليوم نحن مستهدفين. شوفي يا مدام خرناطي زرناطي ولا ما عاد ديك الحلول كيسموك. الجزائر مستهدفة، نعم، مستهدفة من تبون وأبنائه الفاسدون. الجزائر مستهدفة من بوعلام مدير ديوان تبون. الجزائر مستهدفة من الجنرالات الذين أخذوا ميزانية 27 مليار دولار بينما الجندي الجزائري يعاني. الجزائر مستهدفة، نعم، لكن من تبون الذي جوع الشعب الجزائري بقانون المرور ورفع البنزين وخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي ليتكرر نفس السيناريو الفنزويلي قريبا في الجزائر. للأسف الشديد الجزائر مستهدفة لأن تبون يفقر الشعب الجزائري بالضرائب ورفع من ميزانية المرادية ب 700 مليون دولار. الجزائر مستهدفة من نتوما اللي هكليتوها ودريتوها ما بغيتوش تشبعوا. الجزائر ماهيش مستهدفة من أمريكا ومن إسرائيل من فرنسا ومن المخزن. نتوما هم العدو الأول. ما نقولكمش باللي الدول الأجنبية لا يريدون الشر بالجزائر. كاين لوبيات أجنبية لا تريد الشر للإسلام ولكل الدول العربية، ليس فقط الجزائر بالتحديد. وشفتم الأمثلة ما حدث فيه، ونحن لا نتمنى ذلك. ونقولها ونعاودها، الحل الوحيد لحماية الجزائر هي تقوية الجبهة الداخلية، أنك تدير الخير في شعبك، أنك تحبب الشبيبة في بلادها، ماشي شبيبة تهربها وتهجرها ودير لها لابوليس باش تقمعها وتحقرها وتجيب اليوم يا تبون يا الكذاب لعنة الله عليك دير له قانون تقول له باللي روح لأبنائنا المغررين بهم في الخارج الذين لم يقوموا بجنحة ولم يتخابروا مع المخزن ومع ويمكنهم العودة إلى أرض الوطن. وشكون غادي يرجع لك إلى أرض الوطن؟ كما قال لك الموت ولا الرجوع. الميزيريا غير تاع أوروبا ويرقدوا في القناطر ولا يجوا يقابلوك ويقابلوا لابوليس والجدرميه الحقاره تاعك وعداله الرشوه. كيف انا تستحي تبون؟ لماذا ما عندكش الجرأه وتطلع في الخطاب وتقول لهم باللي انا لا حشيش طالبه معيشه، انا عمي ماكرون والحكومه الفرنسيه دارت لي ضغوطات وانا ما نبغيش عمي ماكرون يقعد زعفان وما نبغيش الفرنسيين يقعدوا زعفانين عليا، ولازم نحسنوا ونرجعوا العلاقات الفرنسيه على احسن ما يرام، لانه فرنسا اشترطت اول شرط باش ترجع العلاقات بين باريس والجزائر كما كانت ان تبون يسترجع الحراقه الذين صدر في امرهم قرارات بالطرد او ما يسمى باكتياف. هذه هي. فخاوتي او وياكم ديروا على تبون هذا الكذاب جاي بردع في يقول لهم نعفو عنكم. تعفوا هو وين تعفوا عليهم؟ علاش داروا؟ وعفي انت راك ديجا عفيت على ولدك نورمالمون اللي كانت المحاكمه تاعه امس في محكمه الجنايات في الجزائر العاصمه مع كمال بوشي اللي استورد 700 كيلو تاع كوكايين. ولدك كان معاه، ولدك خالد تبون وما مرتك كانت معاه، ودايرين قنوات العار تاجيل محاكمه البوشي ومن معه قولوا بلي خالد تبون ومرت تبون تبون ما كانوا السجن متورط في ولده متورط في قضيه البوشي وهو متورط في قضيه الخليفه. لكن الله جابها لنا لقايد صالح. شنو نقول لك لقايد صالح؟ ما راك ميت. ما نقول لك الله يرحمك والله ربي ياخذ فيك الحق. هذا ما نقول لك. حسبي الله ونعم الوكيل. جبت لنا واحد اهلك البلاد. ولاو دوك الرويبيضه فانا في وهران اللي هو الشيخ سعيول تبون باش ولا ديبيوتي. مستواه التعليمي محدود بصح باش دير بوليتيك ما لازمش تكون عندك دكتوراه. هذه ما معليش. وانا كنت شاهد عليه في القهوه قهوينا في السينيا وسب بوه معمر الله يرحمه قدامي وبغى يضربه. فانا ماني نقول عاصي الوالدين، ما رانيش نكذب عليه، تعرفوا لي من الصراحه تاعي. وما عنديش حتى مشكله معاك معمر بوشيخ، بصح كيفاش على وهران عقرت باش يجيبوا واحد ان ديلانكون خوك فايو يولي مير في الكرمه وهو يولي ديبيوتي ويزيد يعطوه منصب على حزب سواديزون اللي حرر الجزائر اللي هو حزب الجبهه التحرير الوطني. وقاعدين المتملقين يشيتونا في لي كومونتير وزعما لعب هاي رايح المقبره وترحم على عمه وعلى ابوه. نتمنى لك بوك معمر الله يرحمه ويوسع عليه
وعمك الله يرحمه ويوسع عليه والله يرحم كاع موتانا، بصح هذه الحقيقه. يا معمر يا شيخ بوشيخي، انا ما ظلمتكش، انت كنت تخلص عليا قهوه، كنت نريح انا وانت وخوك وبوك معمر، كنتوا تخلطوا للاميال تاع الكرمه، كنتوا تجيبوا الصحفيين ما بينهم انا، وكنت تديني باللوطو من ليستو، كنت خطره ديتني في القهوه في السينيا جو بونس في 200 مانيش عاقل، وسبيت بوك بغيت تضربه لان مانيش عارف اش قال لك. هذه قدامي، هذه شافها عيني ومانيش نكذب عليك. حبيت نوجه رساله اليوم الى الاجهزه الامنيه المغربيه. حاب نوجه رساله الى مدير المخابرات المغربيه الداخليه ومدير الشرطه عبد اللطيف الحموشي. نداء اعتبره، انا ما عنديش مشكله مع الشعب المغربي ولا حتى مع الحكومه المغربيه، وانا كنت قلتها عكس بعد من يدعي بعض المعارضين الجزائريين باش ما نلقوش شمس بالغربال. انا ما نقولكمش باللي المغرب جنه حقوق الانسان ولا نقارنها ببريطانيا ولا بالديمقراطيه، لا، حتى المغرب فيها نقائص ونقائص كبيره، هذا مش هو مشكلتي. انا نتمنى رسالتي توصل الى مدير الامن والمسؤولين الامنيين وصناع القرار في المغرب، انهم يتحلوا بلغه الحكمه وبلغه العقل. ممكن انه هذاك الشاب، انا ما خاطيني للرياضه، انا خاطيني خصوصا كره القدم، نكرهها ما نتبعهاش، ما نبغي انا امور السياسه ولا دوكيومونتري والوثائقيات. انا كنت نتبع ماتش بولا راسي ضرني، هذا غالب كل واحد بشيء، كاين بزاف كيما انا. فلكن شفت احداث انه تم اعتقال الشاب المسمى برؤوف بالقاسمي. فنوجه رساله الى السي الحموشي من جزائري، انا جزائري وانت مغربي، ورانا كنا خاوه في العروبه، خاوه في الامازيغ، خاوه في رانا جيران، ليس من اجل تبور ولا من اجلي انا ولا من اجل شنقريحه ولا العداوه اللي بيناتكم، ولا انتم تسبوا الجزائريين وهما والجزائريين الدباب الجزائري يسبكم، وانتم تسبوا تبور شنقريحه وحنا والجزائر الدباب الجزائري يسب الملك مش هذا مشكلتي. انا نقول لك لوجه الله اولا ولوجه الام تاع هذاك الجان، هو غلط بس طائش، عنده 22 سنه، هذا رؤوف بالقاسمي كي شفته في الوجه تاعه باين باللي بهلول، ما بالك ما دارهاش لاهانه المغرب ولا اهانه الشعب المغربي ولا اهانه الناس اللي كانوا في قال لهم راه حاب يبول ولا يدير البوزوان تاعو، يدير الحاجه تاعو في الملعب. فمعليش، عفى الله عما سلف وكفى المؤمنين شر القتال، ونحبسوا ان هذا ديجا الفتنه راهي متخذه بيناتنا وبينكم، هذا ما يفيد لا المغاربه ما يفيد الجزائريين. وانا نقولها ونعاودها، الشعب مانيش نقول لك المخزن ولا الجنرالات، انا نقول الشعب الجزائري والشعب المغربي خاوه ما بيناتهم العداوه، وانا ما عنديش مشكله مع الشعب المغربي. فنتمنى منك لوجه الله ولوجه الام تاع هذا الشاب، هذا اعتبره متولدك وغلط، والعفو عند المقدره، وخاوتنا المغاربه معروفين بالحكمه تاعكم. حتى الجزائريين كاين ناس عقلاء في النظام الجزائري، كاين ما نقولش كاين جنرالات عاقلين، كاين ناس في الحكومه الجزائريه، ما نعممش هذا، بس التعميم هو لغه الجهلاء، ياك توجور كاين ناس ما شاء الله عليهم. فانا نخاطبك لانك تصنع القرار حاليا، خصوصا انه الملك المغربي العاهل المغربي محمد السادس هو صحته يعني متدهوره منذ سنوات، ربي يرزق له الشفاء وربي يشفيه ويشفي كل واحد مريض كل واحد مبتلى. لكن نتمنى منك سي الحموشي انك تقوم بالعفو والافراج عن هذا الشاب رؤوف بالقاسمي. هو شاب طائش ما دارهاش بالعاني وقاعد دارها بالعاني، معليش طفي الضوء وديره كيما ولدك ولا حفيدك ولا واحد، وخليه يروح عند امه مسكينه كبدتها راهي محروقه عليه، ومهما كان انا ندافع عليه. هذا رؤوف بالقاسمي هو جزائري ود بلادي وما نبغيش عليه ينحبس في بلاد الناس، هذه هي. فنتمنى منكم، لانه كان الاب تاعو دار فيديو وقال باللي كان تم اعتقاله هو وشقيقه في مراكش، ثم افرج عليه، ثم بعدها بسويعات تم اعتقاله. وانا نحمل مسؤوليه اعتقال الشاب رؤوف بالقاسمي الى الذباب الالكتروني، لانهم داروا باللي صادي وزير الرياضه الجزائري وعنده نفوذ وفرض على المغاربه، وقال لهم طلبوا دروكم ندير لكم نعمل لكم. فالمغاربه طلع لهم الدم للراس، قال لك بلا جده الحلوف ما راح رجع الجزائر، ادوا جدوا الكوميساريه للمخزن. فنتمنى منكم
خواتنا المغاربه انكم تتعقلوا، تعودوا الى رشدكم. الى راكم باغيين تنتقموا من واحد جان مسكين في عمره 22 سنه، خلوه يروح لدارهم. الى هو ما تلوموش، انا ما نلومش هذو الشبيبه مساكين اللي راهم يديو نفس الخطاب تاع الحكومه الجزائريه ويسبوا في المغاربه. ماهمش واعيين، ماهمش عارفين الفتنه، ما على بالهمش باللي هذا الخطاب لترهيه الشعوب، لخلق العدو الوهمي. انا اللي العدو تاعي ماشي المغرب ولا فرنسا ولا اسرائيل ولا العدو تاعي هذا اللي راه حاكم الجزائر وراه يهب فيها واللي جوعني وجوعك واللي هاجرني وهاجرك. المهم المغربي على المغربي هو راه يسير في الجزائر. باش ما نكذبوش على رواحنا خواتنا المغاربه ما عندهم حتى ذنب، لكن الله غالب. باش ما نكذبوش على رواحنا خواتنا المغاربه ما عندهم حتى ذنب، لكن الله غالب. هذه خونا هذا الشاب وربي يهديكم. كاين واحد القضيه وصلتني في قادم الايام ان شاء الله نحكي عليها، على نقيب المحامين في ولايه وهران السابق السهلي، اللي كان قبل سنه ونصف وجا لفرنسا وحاول يدير شكوى جماعيه ضدي، وكلف محامي فرنسي انه يرفع لي دعوى قضائيه باش يحبسوني باش ما نديرش لايفات. لكن حسب المعلومات اللي وصلتني انه المحامي الفرنسي قال له ما تقدرش، انه يعني فرنسا معروفه بانها، وكل الدول غالبيه الدول الاوروبيه والدول الغربيه معروفه بحريه التعبير. مادام انا مانيش ندعو الى العنف ولا راني نتجاوز الحدود ولا ندير العنصريه ولا كاش ولا حاجه ما فيهاش سلميه، انا راني نعبر كيما كاع الناس وحدين يعبروا. فدروك انت تروح جاء الفرنسيين تقول لهم باللي روحوا سكتوا علينا بنعطيه، قول له يسكت وحبسوا له تيك توك وحبسوا له اليوتيوب ما ينشرش. علاش راني ندير؟ انا راني نعبر، ما لقيتش حريه التعبير في بلادي، جيت انا هنا طلبت اللجوء وديت اللجوء السياسي وراني نعبر، مادام نحترم القانون الاوروبي وراني نشتغل ونانتيغري في المجتمع الفرنسي وما عنديش مشاكل. وعلاش انا يجي عندي القاضي الفرنسي ولا القاضي الاسباني ولا القاضي يقول لي بنعطيه ما تهدرش؟ لا، خاصكو لو كان البلاد راهي مسقمه فريمون ونجي نهضر بوتيتر ما على بالهم الاوروبيين، على بالهم بلي الجزائر راهي كوريا الشماليه بخير. لو كان نروح عند المحامي التالي ولا القاضي التالي في فرنسا ونقول لها الجزائر واش تصنفها، يقول لك دوله ديكتاتوريه وما فيهاش حريه التعبير. فخرطوط شكلو صاي. وزيد واحد المحامي هضرت عليه قلت الحقيقه باللي كلا الورث تاع خاوته وتاع فاميلته رايح ودير في الارساليات وفي حبوبات الحليب تاعو كله. سمعوا هذا المحامي وراه ندير شويه بيبليسيتي بالك يجوا عنده الكليون، روحوا عنده هذا المحامي بالك مسكين راه مشومر. او واحد انا فاني كيكون مشومر يطلعوا لي للراس كيشوفوني منرفي بالك يا او واحد كيكون مشومر حاله واعره، كيكون خاصك العط حاله واعره بخي واعره. واحد المحامي سموه غانم عمر، محامي مقبول ما سموه محامي مقبول يا استاذ، سموه محامي معتمد لدى المحكمه العليا ومجلس الدوله الى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، رفع شكوى ضد المدعو سيد احمد بن عطيه. راه عندي شكاوات بخي، راه عندي بالك 2000 ولا 3000 شكوى غير في وهران، كاع عباد ربي ما طلق حتى واحد. بصح مانيش نظلم، دي فوا ما نقولكمش ما نغلطش. كاين ناس بالك هضرت عليهم ممكن غلطوني ما نقول لكمش، ولكن 90% او 85% من الناس اللي هضرت عليهم فاسدين يستحقون. وكاع هذاك ما هضرتش كلشي، هضرت غير جزء اللي وصلني، خاطش كاين الجزء اللي ما وصلنيش غير ربي على باله به. قال لك سيدي النائب العام لدى مجلس قضاء وهران الاستاذ غانم عمر قد تعرضت للسب والقذف والتشهير من المدعو سيد احمد. السب والقذف والتشهير ما قصبيتكش انا خويا ولا قذفتك، انت راك نهبت وحقرت فاميلتك وكريت مال اليتامى، وبالدليل السطع والبرهان الناطح كما قال لك معك يقول هذاك المثال اللي يعرف المثال يصحح في الكومنتات في اليوتيوب. قال لك انا قد تعرضت من ومطلوب مسبوق عدليا ومطلوب من العداله الجزائريه بتهمه الخيانه العظمى والقذف والسب والتشهير والمساس بمؤسسه الدوله والمس بنقابه المحامين ممن فيهم السيد النقيب السيد زهدور السهلي. والنقيب انا شنو قلت عليه؟ ما قلت عليه والو، قلت باللي كان انترفوني على مافيا الكوكايين في وهران ودى عليهم تشيبا وزاد باش يخرجوا براءه، وبهذه بالادله. ودار لانه لما هضرت عليها كانوا دايرين براءه في الحكم الاول في الاستئناف، داروا لهم امر بالقبض ودخلوهم المحبس، ولا مش عارف يحكموهم ما يحكموهمش. صافي انا لو كان جيت غلط في الاستئناف المستشار يلغي القرار الحكم الاول حنعلو الشيطان. هو قال لكم اللي يقول لكم الصح هو الصح يجرح، ما تبغوش اللي يقول لكم الصح.
كون جيت نقول لكم انتم شرفاء، انتم عفيفون، انتم ملائكه، انتم تحبون الجزائر، انتم وطنيون. بس هذه ماشي حاجه، انتم ماكم وطنيون، انتم شواطين، انتم فاسدين، انتم حبوبه حتى تاكلكم، انتم مزنجرين. هذه الحقيقه تاعكم. هاو نديروكم انتم قطران زيقوا ونقول لكم انتم ملائكه. انا ما نقدرش خويا، ما تخلصني وما نشكركش، ولا نبيض لك الصوره تاعك تاكل كحل ابيض ابيض. انا هذه ما نقدرش انا خويا نضرب لك الشتاء. وشكون انت تضرب لك الشتاء يا استاذ غالب؟ وانت شكون؟ بنقول لك يا استاذ غانم عامر، الرئيس تبون وابناء جنرالات ورجال الاعمال وقضاة ونائب العام لك راح تشكي عليه، هاني مرمتح. اش باغي يدير لي؟ جاسيم ما نتحمل مسؤوليتي، رايح وتكيو حالتك حاله، تبكي وخنايلك يسيلوا وريوقك وحالتك حاله. ولقد قام الخائن الوطن المطلوب لدى العداله الجزائريه سيدي احمد بن عطيه قام بسبي وفضحي امام الشعب الجزائري، وهرب لي الكليون، ولا واحد من الكليون اصبح ياتي الي حتى اقوم بغشه ونهب امواله. فاسكتوه علينا هذا القرد بن عطيه اللي ما بغاش يسكت علينا. والله لا قال لك هم يضحك وهم يبكي، الله يعطيكم التعدس. قال لك سيدي النائب العام نطلب من معاليكم اصلا اولا يا استاذ افوكا معتمد لدى المحكمه العليا ما يعرفش يكتب عريضه. اولا الخطا الاول قال لك محامي مقبول على هذه الشهاده، امتحان ولا كونكور. محامي معتمد اغري، ان افوكا اغري par le Conseil d'État et la Cour suprême. Vous comprenez, monsieur le maître غالم عمر نقول لك عمر ولا نقول لك عمر؟ الله يعطيك عمر ان شاء الله في الراس. هذه هي. ونروحوا زيد واش كان شاكي بيا فاني النقيب. النقيب يسلك روحه بعدا. استاذي الفاضل السهلي، تحياتي ليك. قالوا لي بلي راك وجهك كحل انت وهذاك الدرغام، سيرتو الدرغام النقيب الحالي من جبت له بلي بواه كان عميد في الجيش. هاو غير ولاد القماقم باش يولوا نقباء يولوا قضاة الزاوله كاع ما يولوش الجزائر نقباء قضاة ووزراء والو. الزاوله مساكين يهجروهم، يحرقوهم، يشردوهم، يباصوهم، يهبلوهم. قال لك شكوى زوجه الى السيد النقيب. نصحح لك الغلطه اللي قلتها، لان معاليكم معالي الى اصحاب المعالي الى الوزراء، والفخامه الى الرؤساء، والملوك اصحاب الجلاله، ولا كما العاهل، كما نقولوا الملك السعودي يقولوا العاهل السعودي ولا العاهل المغربي. روح تعلم، روح باين طالع بالكوبياج نتاعي. بزاف محامين ولي زافوكا ولي جوج طالعين بالكوبياج. انا نقول لكم انا كنت قاري نقرا في كليه الحقوق في وتوران، نصم يديروا برشام ويديروا يكتبوا في يديهم، يكتبوا في قيعانهم ويكتبوا. اي سمعوا شيء يقول لكم سيدي النقيب نرفع امام سيدكم الموقره شكوى ضد المدعو سيد احمد بن عطيه خائن الوطن. شخو انت يعني نبيع السوناتراك، نبيع البترول باطل. شخو انت اللي يعطيك الخلا والدرا ان شاء الله. قال لك فاقد الشرف. شوف سيدي انا فاقد الشرف، كنت ندير عليك لونكيت، نصيب بنتك تصرف في السان هاوس ومرتك خادعتك، وانت تجي عندي تعايرني تقول لي فاقد الشرف. اما تدوروش بيا، اما انا فمي مشرك وما نحشمش، وراني غير داير وجه العائلات اللي بغوا يتبعوني. ما نبغيش نقول كلام موشين. مو انا اللي دور بيا كي نبدل له لساني ما فيه ميطره، نركب له ديبريسيون بخي. انا ساني حار، وانا نتوما ما تكراشوني ما تاثروش فيا، باسكو انا بسيكولوجيكمون. بصح انا كي نكراشيكم نركب لكم ازمه نفسيه ديريكت، ثم تروحوا تشربوا كيتيل وسيغمونتيل والزيبوبتيل وبوروبتيل. راني نقولها لكم. يمس سمعة ونزاهة النقابة وأعضائها، ولم يسلم منه المحامين ذوي الشرف والنزاهة والمصداقية، واستغل هروبه إلى فرنسا كونه مسبوق عدليا وفاقد للأهلية، فسمح لنفسه التطاول على سلك العدالة ومن يخدمها. سيد النقيب نطالب من سيادتكم رفع شكوى جماعية ضد هذا المعتوه سيد أحمد بن عطية وغلق حساباته الإلكترونية في فرنسا. والله مست ما نقول صايب. شوف غالم والله ضحكني.
قبل ما نهضر على كريم شريف عثمان ومافيا تهريب تبييض الاموال وتهريب الاورو والفساد العظيم في مركب الاندلسيات، ونعود الى فندق فور بوينت، راح نخليه في اللايف تاع غد لاني تجاوزت 50 دقيقه وبدا راسي يضرني. نعلق على زياره وزير كراين المعيز كراين الدجاج كمال رزيق. عاود عمي كمال رزيق دير شويه وزير التجاره الخارجيه ولا ما عرفتش ديك الحلوف، دير شويه ريجيم بخي. عاود عمي كراك داير، شوفوا كي داير يا لاطي، شوفوا كي داير فيغوره تاع يا لاطي، شوف دايرها ونيفا دايرها وراسها دايرها يعني تجيبها اكثر من جبهتي. ايوا وناضوا له المراود منا مدراهم الرشوه ودراهم التعدس من المراود هاك ومشكل هاك لاطي تبو شاك جاي معاك وخدم الخرش مختوف ناجي مريم بوعلام عمي بوعلام في اللايف الجاي نجبد لك خريبك مع هشام بن مليسه وكريم شريف عثمان والفيلا اللي شريتها في طاوها في كوربي وكيفاش بدلوا لك المبل الفخم بآلاف الدولارات واليوروهات اليوم راني نخليك في اللايف جاي نحكي عليكم. اللايف جاي ثاني نجي نهضر على هذا مدير وكاله الانباء الجزائريه. هذا كان يرفد الكراطيب، هذا سمير قايد ولا مدير وكاله الانباء الجزائريه تاع خرطي. هذه هي. نترحموا على خونا حميد مرير، هذا الازدياف، هذا المتشرد رحمه الله عليه، الذي توفي بالبرد في حديقه 20 اوت بولايه خرشله في عز البرد. فذنبه على ستحاسب عليه امام اليوم القيامه. واي واحد راه مغبون، اي واحد راه مظلوم، اي واحد راه مقهور، اي واحد مات بالقنطار، كل ذنبهم في رقبتك يتبون تخلصها في الدنيا وفي الاخره. وانا واحد منهم، انا مانيش مسامحك ونقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وربي ياخذ فيكم الحق، والله يجعل ربي يجيبها لكم فيكم وفي صحتكم في ولادكم. والله ما انا مسامحكم والله ما انا ساكن عليكم. سهرة ممتعة على الجميع. يحييكم من فراس السيد احمد بن عطيه. غدا او بعد غد ان شاء الله ساكون معكم. صديقون دي فوا كيكون ايام جاي ايام الخدمه، دي فوا عندي الانرجي باش نهضر نبلبل عليكم، دي فوا ما عنديش. هذه هي. اتمنى لكم سهرة ممتعة على الجميع وتحياتي اليكم. الى اللقاء.